بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أحبابنا الكرام، النهاردة إن شاء الله رجعنا لكم بفيديو موضوع جديد، وفيديو إن شاء الله ينال إعجابكم. وهنبتدي نتكلم على العملة الإنجليزية والملكة إليزابيث. وحبينا نعمل الفيديو ده عشان نبين إن شاء الله عيب جميل جدا، عيب بيعتبر من العيوب الخفية. هو أنا اكتشفته من خلال بحث كده في القطع. فإن شاء الله هنوصل لهذه القطعة اللي موجود فيها العيب وهنشوفها. بس قبل ما نبتدي كده إن شاء الله ونشوف هذا العيب، لابد إن احنا نعرف برضو التاريخ الإنجليزي ماشي إزاي، والملكة إليزابيث. عايزين نطرح بعض أسئلة كده بسيطة بالنسبة لعملات الملكة إليزابيث. أنا بشوف التاج بتاع الملكة إليزابيث بيتغير، فابتديت أبحث كده في صور الملكة إليزابيث على العملات. وجدت إن العملات موجود عليها 5 صور للملكة إليزابيث. ابتديت أبحث في تواريخ التغيير للتاج دوت، فوصلت إن هم ال5 اللي موجودين. الملكة إليزابيث هي اتولدت عام 1926، وتولت الحكم عام 52. ادي اول قطعة نبص عليها كده للملكة إليزابيث، الشيء موجود قدامكم اهو. ابتدى من سنة 52 وانتهى في 1967. الاشكال ديت انا حبيت ان انا اوضحها لحضراتكم، لانها هي بيتولد منها بعض الأخطاء. فالشكل رقم 2 الموجود أمام سيادتكم اهوت، ده من 68 انتهى في 84، يعني من 1968 لحد 1904. نيجي القطعة اللي بعد كده اهيت، الملكة إليزابيث من سنة 1985 ل 1997. في قطعة برضو قريبة منها تبان أكتر عشان القطعة ديت مش باينة قوي اهيت، من 1985 ل 1997. رابع شكل نحب نتفرج عليه اهوت، من 1998 لحد 2014. آخر شكل موجود معايا اللي هو من 2015 لحد 22. ليه أنا بوضح الأشكال دي؟ لأن الأشكال دي بتولد منها أخطاء. فممكن تيجي عملة زي العملة قلنا التاج ديت ليها تاريخ معين، فيجي يتدرب عليها تاريخ لتاج تاني زي التاج دوت. والكلام ده حصل قبل كده في بعض حاجات، مش التاج بقى، في كلمة نيو. والناس المحترفين عارفين ان كلمة نيو كانت نهايتها في 82 83، المفروض تتكتب فئة زي 1 بنز 2 بنز كده يعني. فكتبت كلمة نيو، من هنا اتولد خطأ كبير وأصبحت كانت عليها قيمة كبيرة. فأنا حبيت أوريكم الأشكال ديت، عملت دراسة كده ليها، عرفت إن هم 5 أشكال، وقلت لكم التواريخ بتاعتها على أساس برضو ده شيء للعلم كده بالصور الموجودة للملكة إليزابيث على العملة الإنجليزية. أرجع بقى كده إن شاء الله لأصول الملكة إليزابيث. الملكة إليزابيث أبوها هو الملك جورج السادس. وبرضو هنتفرج على القطعة بتاعة جورج السادس، نشوف شكل الأب.
حكم من 1937 لحد ما مسكت الملكة إليزابيث في 52. طب الجد مين؟ جورج الخامس. جورج الخامس من 36 تنزل لحد 1910. وبعد كده يجي بعد كده الملك اهوت من 9 لحد ما الملكة فيكتوريا سابت الحكم في 1900 تقريبا وواحد. وهنشوف برضو الملكة فيكتوريا كده في عجالة، هي قطعة جميلة جدا. من 1836 انتهى الحكم في 1901 للملكة فيكتوريا. ده بالنسبة لأصول الملكة إليزابيث، وحبينا نوضح. طب إيه بقى العيب الخفي اللي أنت قاعد تقول لنا عليه وعايزين نشوفه بقى؟ ثواني هوريكم العيب اللي موجود في هذه القطعة. ثواني كده إن شاء الله هفرجكم عليه أهو. بس قبل ما أفرجكم عليه عايز أديكم معلومة مهمة، إن العملات الإنجليزية عام 1992، اعرف التاريخ ده كويس، 1992 الملكة إليزابيث صدرت قرار بتغيير العملات من مادة النحاس لمادة الحديد الفولاذ. الحديد الفولاذ هي مادة من الحديد ولكن مطلية بطريقة معينة كهربائيا كده بالنحاس، فبتدي نفس الشكل بالظبط، ولكن المادة من الداخل دي حديد ودي نحاس. يبقى المفروض على الكلام اللي احنا كده قرينا عنه، ان القطعة اللي هي قبل 92 هتكون من النحاس، يعني معنى كده مش هتلقط في المغناطيس. وبعد سنة 92 هتكون من الحديد الفولاذ، فلابد إن هي هتلقط في المغناطيس. فعايزين نأكد المعلومة دي، وإحنا ابتدينا نبص كده على المعلومة ديت ونبتدي نأكدها مع بعضينا. فأنا جبت المغناطيس وحطه قدامي، والقطع اللي موجودة اهيت، مفيش أي نوع من اللقط في المغناطيس. ماشي، أنا برضه أهو مفيش أي نوع من أي لقط في المغناطيس. قلنا بعد 92. طب دي 97 الملكة إليزابيث. وبرضو أنا عايز أكبر كده شوية عشان نشوفها أهي 97. وأحاول إن أنا برضو أخش بالعدسة عشان من هنا هنبين إن شاء الله العيب اللي إحنا عايزين نبينه. أتمنى كده إن هي تكون بانت. المفروض دي بعد 92 إن هي تلقط بقى في المغناطيس. جبنا المغناطيس وجبناها جنبيها القطعة لقطت، يبقى فعلا الكلام مظبوط. بعد 92 القطعة وانشئت من مادة الحديد الفولاذ. وآدي قطعة تانية. طب تاريخها كام دي؟ التاريخ موجود قدامكم اهو، 1999. دي 97 ودي 99 اهي، لقطت نفس الشيء. طب اللي بعد كده 2015 اهي الصورة اهي لقطت في المغناطيس. طيب معنى كده ان العملات كلها من الحديد الفولاذ. انا بقى عندي القطعة اللي انا عايز ابين فيها الموضوع ده، لقيت قطعة قوية كده وشكلها قوي، فحطيتها على المغناطيس ما لقطتش في المغناطيس. ببص في التاريخ بتاعها، او كان المفاجأة بالنسبة لي لقيت ان التاريخ بتاعها بيقع ما بين القطعتين اللي قبل كده. 1998 المفروض اللي هي من الفولاذ والحديد، لكن القطعة دي انشئت من النحاس. فأنا حبيت أوضح لحضراتكم المعلومة ديت. والقطعة دي كده تعتبر قطعة صدرت خرجت من المكنة، لأنه خليط ما بين النحاس والحديد. هل كان الحديد خلص يعني فنزلت هي نحاس بس،
فحبيت أوضح لسيادتكم هذا الموضوع وهذا العيب. وبرضه أنا هجيب القطعة اللي هي تعتبر في نفس الشكل اللي هو أهو، عشان ما تقدرش تفرق ما بين القطعتين في حاجة. أهو دي موجودة قدامك ودي موجودة قدامك أهي أهي، ونقلبهم برضو كده أهيت وأهي. 2 بنز أهوت 99 98. المفروض الاتنين مصنوعين من مادة الحديد والفولاذ. المفروض إن الاتنين دول بيلقطوا في المغناطيس. لما جينا الأولانية أهيت، معنى إن هي لقطت أهي. طب والتانية أهيت ما لقطتش. 98 ما لقطتش. ده عيب من العيوب القوية جدا، وربما تكون قطعة فريدة ما فيش زيها، وهي جت كده من المكنة بهذا الشكل، وجت معانا كده وليدة الصدفة. فبالبحث كده وصلنا للمعلومة ديت، فحبينا نوضحها لحضراتكم. ونرجو من الله أن نكون وضحنا عيب جديد، وما يكونش حد قبل كده يتكلم فيه ونكون منفردين بيه. والله ولي التوفيق، وشكرا لحضراتكم.